لما استدعاني حد من اهلي اني احل مشكله بين بنته وبين جوزها، كانت عاديه او كانت الشكوى عاديه يعني. كانت بتقول ان مفيش اهتمام، وان مهما عملت وتعبت مفيش شكرانيه، الكلام المعتاد يعني. اخدت منها الكلام ورحت للزوج عشان اسمع برضه ايه مشكلته، في بيقول نفس الكلام، مفيش اهتمام، ومهما تعب ومهما شقى مفيش شكرانيه. استغربت واضطريت ان اجمعهم الطرفين ويا بعض علشان اعرف ايه الحكايه، ازاي الاتنين مش حاسين بالاهتمام، شكوى واحده في نفس الوقت. لما قعدوا هما الاتنين مع بعض وعرضت عليهم الكلام اللي قالوه محدش رد. ولما سالت الزوج رايك ايه في الكلام اللي بتقوله زوجتك، اعمل ايه اكتر من اللي انا بعمله؟ بنزل من صباح ربنا اتعب واشقى واجيب لهم طلباتهم ومستلزماتهم. فبصيت لها وقلت لها قولي له كنت محتاجه منه ايه؟ قالت انا كنت محتاجه منه انه يقدر تعبي برضه، ما انا زيه بتعب وبشقى في البيت طول النهار، باكل واشرب واعلم واغسل والبس، وبيجي بالليل برضه طلباته بتكون مجابه. بص لها كده وقال لها طب وهو انا مقصر؟ ما انت كمان طلباتك مجابه. بصيت لهم الاثنين كده وقلت لهم يعني هي دي الشكوى اللي عندكم بس؟ مفيش حاجه تانية؟ قالوا قلت له طب قول لي انت محتاج منها ايه اخليه تعمله لك لما ترجع من بره؟ قال لي انا مش محتاج حاجه، انا عايزه بس لما تقابلني باللي انا شايله تقول لي كتر خيرك على تعبك وشقاك كده، مش عايز حاجه تانية، انا طلبتش منها حاجه، هي اللي زعلانه. بصيت لها وقلت لها طب وانت عايزه منه ايه لما يرجع من بره يعمله لك؟ قالت برضه مش عايزه حاجه، ان خشل يشكرني على اللي انا عملته في البيت، مش كتر خيري على اللي انا عملته له. بصيت لهم الاثنين كده وقلت لهم يعني انتوا عايزين حد فيكم يشكر الثاني على الواجب اللي عليه؟ انت لما تخرج وتشتغل وتشقى وتتعب وتجيب طلبات بيتك ده واجب عليك، وانت اما تقفي في مطبخك وتربي عيالك وتتعبي وتشقي لصالح اسرتك ده واجب عليك، عايز عليه شكرانيه؟ بصيت لهم كده وقلت لهم انتوا ما عندكوش مشكله، انتوا خالقين لبعض مشكله. عامه الراجل ده ممكن يرجع من بره يسمعك كلام حلو قوي، وهيطلب منك برضه لما هو يرجع انت كمان تسمعيه كلام حلو قوي. بس الدنيا مش كلام، دنيا افعال، وفي ناس ما تعرفش تتكلم بس بتعرف تفعل. بس انه احسن، الراجل اللي حياته كلام ولا الراجل اللي حياته افعال؟ بصت لي كده وقالت لي لا هو الكلام بياكل عيش. لا طيب لو حاسه انه ما بيحبكيش، قالت لا بيحبني، الراجل بيحبك بس هو ما عندوش تعبير، هو ما بيعرفش يعبر، تعبيره بالعمل. انت بقى لو بتعرفي تعبري عبري انت. بصوا لبعض كده وضحكوا، والحمد لله ربنا قدرني ورديتهم على بعض. الرساله ايه من القصه دي؟ ان في ناس بتعرف تتكلم كويس، حاجه من عند ربنا، وفي ناس ما بتعرفش تتكلم، فاحنا ما نلومش عليهم، احنا نشوف افعالهم. في ناس بتعبر عن حبها بالافعال، وفي ناس بتعبر عن حبها بالكلام. اسمعها تاني وفكر فيها. سلام.